السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ يا رب شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لكم فيديو حبايب قلبي، رجعت لكم مقطع جديد شلون تعطي سماحية للتطبيق والاذونات حتى يشتغل عندنا التطبيق طبيعي. خش شباب، هسه تشوفون هنا الاخ محمد هنا يقول اخي عندي هاي اللعبة مال بوبجي. طبعا هذا المقطع مال بوبجي انا ناشره. يقول انا مسحت اللعبة ورجعت نزلتها، طلب من الاذونات سويتهن بس ما اشتغلت عند اللعبة. شنو السبب او شنو الحل؟ حبايب قلبي شوف، راح نرجع هنا هذا الفيديو الناشره انا. فنرجع حبايب قلبي. هسه انا عندي ما عندي تطبيق بوبجي او لعبة بوبجي، عندي الواتساب وهنا لعبة اي فوتبول. فشوف حبايب قلبي، انا راح نضغط ضغطة مطولة على التطبيق. ايش راح يطلع لنا؟ معلومات. ندخل على هذه المعلومات، ننزل لجوا هنا هاي الاذونات، نضغط على الاذونات. خش التطبيقات مسموح لها بالاذونات. يعني شنو هسه؟ انا الموقع منطيه. هسه اذا مثلا انت لازم تلقى انت تعطي كله سماحية عند التطبيق فقط. شوف هسه انا مطي عدم. شوف المايك نفس الحالة. شوف هسه راح اجرب لكم جهة الاتصال، عفوا هاي بعد ما لنا علاقة بيه. شوف التخزين هنا انا لاغيه التخزين. نرجع شوف الكاميرا، راح اشعل الكاميرا. شوف هسه انا من ادخل على التطبيق الواتساب اريد افتح كاميرا. هسه هاي مثلا اريد افتح كاميرا، شو يقول لي؟ لإجراء مكالمة فيديو يجب السماح للواتساب بالوصول إلى الميكروفون والكاميرا. خش تعطيه متابعة. يقول لك هل تعطي السماح لتطبيق الواتساب بالتقاط صورة وتسجيل فيديوهات؟ تعطيه سماح، ونفس الحالة نعطيه سماح، كله سماح. هسه اشتغل عندي كاميرا. خش حبايب قلبي، راح نرجع من جديد على المعلومات الأذونات. شوف هسه أنا منطشني الكاميرا والمايك وجهات اتصال اللي هذا رادة التطبيق من ذاك الواتساب حتى يشتغل طبيعي ما عندك شي. خش حبايب قلبي هنا. إذا مثل ما تريد إذونات تعطي إلغاء إزالة الإذونات في حال عدم استخدام التطبيق لحماية بياناتك. تعطي إزالة، يعني إذا ما تدخل عليه ما يعطي سماحية، وإلا من تدخل على التطبيق يعطيك سماحية. خش حبايب قلبي، نرجع هنا. شوف طبيعي يشتغل هسه عندنا. وهاي اللعبة نفس الحالة هسه عادت تشتغل طبيعي. شوف حبايب قلبي تشتغل طبيعي فوتبول هاي. بس ما تشوفون حبايب قلبي فتحت اللعبة طبيعي ما عندنا شي بيها. شوفوا هنا لان شنو التطبيق انا باللعبة منطي اذونات للتطبيق مال اللعبة. فتشتغل عدة طبيعي ما عنده اي شي بيها. بس اراويكم هاي اللي ننزل. فعند هسه اشتغل طبيعي. ها مال تحديث مالك العقبية. فنرجع شوف، نرجع ندخل ضغطة مطولة، ضغطة مطولة معلومات. نرجع للأذونات. الأذونات شني؟ بس التخزين. إذا ألغيه شوف هسه ما اشتغلت اللعبة. إذا ألغيه بس التخزين، شوف تدخل للعبة. شوف يقولك لازم تعطيه سماح. تعطيه سماح اشتغلت عند اللعبة طبيعي ما عندي أي شي بيها. فحبيب قلبي أحمد هيجي طبق هاي الطريقة. أو مثلا ما يطلع لك، شوف مرات ما يطلع لك هنا من تضغط على التطبيق يطلع لك معلومات. ما يطلع، شوف من تضغط ما يطلع لك هيج معلومات. شو تدخل على هذا فتنزل البردة، تضغط على هاي مال الضبط، هاي علامة الضبط الفوق تضغط عليها تنزل على إدارة التطبيقات، وعلى هذا مدير الأذونات تضغط عليها تطلع لك. شوف تخزين يا تطبيق مثلا ما مطيه تخزين تلقى هنا. شوف هذني الفوق انت مطيهن سماحية تشتغل بيهن عادي. بس الجوا تطبيقات ما منطيها سماحية. هذني تنزل شوف تطبيق البوبجي وين تضغط عليه تعطيه سماحية. خوش حبايب قلبي، هاي العفو هنا تطبيقات غير مسموح لها بالوصول. شوفوا هاي نعطي سماحية، تعطي سماحية يشتغل عندك التطبيق كلش طبيعي. هاي إدارة التخزينات. عفوا وين طلعت أنا. نرجع هنا خطوة بخطوة. تخزين هاي التقويمات تحتاج كاميرا أكثر شي التطبيقات. بوبجي ما تحتاج انت كاميرا، تعطيه بس تخزين. اعتقد الميكروفون
يحتاجه تنزل جوا، تلقى التطبيقات الغير مسموح لها بالوصول، تلقى هنا تطبيق ببجي تضغط عليه يشتغل عندك طبيعي ما عندك شي بيه. بعد عندك اي بس هي هاي التخزين والكاميرا والميكروفون يشتغل عندك طبيعي. ولهنا حبايب قلبي خلصنا المقطع، ولا تنسون اللايك واشتراك بالقناة، وأحبكم هواي هواي، وفي امان الله حبايب قلبي.